السلام عليكم. بتاع الفيوم انت ايه اللي جابك هنا؟ السلام عليكم. الناس على الفيسبوك وعلى النت بيقولوا لي احنا عايزين نسال الناس المتظاهرين شويه اسئله. من الاسئله دي مين اللي بيمولوكم بتاعكم كام وكام وجبه كنتاكي كلتها يعني؟ انا هيكمل منها بيت هنا واخد فول. جايب معايا الفول اهو، ادي وجبه كنتاكي اللي انا جايبها معايا فول. لو حد بيمولنا ما كناش ناخد فول. ماشي، لو حد بيمولنا ما كناش نقعد هنا اصلا. بنقعد زيهم كده في القصور وفي الفلل وعندنا عربيات، مش جايين نتظاهر عشان نحسن مستوانا وعشان عيالنا تبقى تاكل بعد كده. احنا خلاص تعبنا. الناس اللي بره الناس انت فول جايب فول معايا، جايب فول. لا اللهم لا حول ولا قوه الا بالله. الناس اللي بره بيقولوا الناس اللي جوه الميدان واقفين حال البلد على الفاضي وبيرددوا كلام وخلاص، انت ترد تقول عليه؟ بقول مفيش حاجه اسمها حالهم. هم الناس دول مبرمجينهم في الاذاعه والتلفزيون وعن طريق هم كلهم الحزب الوطني، فعايزين مبرمجينهم ومبرمجين عقولهم وغير عقولهم مخليانهم عقولهم دي ممسوحه. تتبع اي حزب سياسي؟ اخوان مسلمين. جميل. ايه دور الاخوان هنا؟ او في ناس بتقول ان الاخوان عايزين يشدوا الناس للهويه وخلاص. بالعكس هو احنا بدايه نزول الاخوان للمظاهرات كانت يوم الجمعه. المظاهرات بدأ يوم 25 اللي هو يوم الثلاث، بدليل ان الشباب كان في عامل دعوه على الفيسبوك تظاهره يوم 25، وبدأ الشباب ينزل لميدان التحرير هنا. وبعد كده يعني كان معظم الشعب او معظم الناس القوى السياسيه بتقول ده شعب سيس، شباب سيس بتاع فيسبوك ونت وكلام من كده ومش هيعمل حاجه. فلما لقوا فعلا الناس بتنزل والناس بتظاهر، والاخوان طريقهم من زمان وسياستهم من زمان اللي هم الاصلاح، فانضموا للشعب. فهنا الاخوان جزء من الشعب مش هم المسيطر، لكن المسيطر شباب يعني ربنا يحميهم يا رب وان شاء الله يعني باذن الله هننتصر باذن الله. انت من مؤيدين التظاهر ولا مش مؤيدين التظاهر؟ لا مع التظاهر ان شاء الله. مع التظاهر. طب انت بيقول لك انت كده اكيد بتاكل كنتاكي ولا بتاخد 150 جنيه في اليوم حاجه زي كده يعني؟ كنتاكي اهو، جايبين كنتاكي معانا يعني عشان ناكل كنتاكي. طب انت بتنتمي لاي حزب سياسي او مساند البلدي؟ لا بس انا تبع الاخوان، بس هنا كل الناس ده واحد، كلنا واحد، مفيش حاجه اسمها اخوان، حاجه بلدي، حاجه فريق، كله واحد. انا هنا شاب من الشباب، يعني انا بره اخوان لكن انا هنا شاب من الشباب مع الناس كلها. اوكي شكرا. ده مع التظاهر ولا ضد التظاهر؟ نعم؟ مع التظاهر ولا ضد التظاهر؟ لا طبعا انا معاهم وبأيدهم ان احنا عايزين نشيل الرئيس ونخلعه. بيقول لك ما ينفعش يشيل رئيس من يوم وليله. من يوم وليله؟ اه، على اساس ان هو اللي بيدير كل حاجه يعني. هو مش نايم على ودنه والشعب عمال ياكل ما بيقول لك لو هو مشي هتحصل فوضى في البلد اكتر. لا ده كلام تخريف كله. ولو مشي اللي هيمسك فتحي سرور والناس هتتظاهر عشان مش عايزين فتحي سرور. هو فتحي اصلا المفروض يمشي هو والمجلس بتاع الشعب ومجلس. لو امال مين اللي هيحكم البلد بعد الرئيس؟ هقول لك انا لو الرئيس مات هيحصل ايه؟ هو ده السؤال برضه ان الناس تترحم متظاهرين. لا لو الرئيس مات مين يمسك؟ لو لما السادات مات مين يمسك؟ ايوه رئيس مجلس بعد رئيس مجلس الشعب يمسك مبارك. لما رئيس مات مين يمسك؟ هقول لحضرتك حاجه. فاروق لما اتكل ولا قالوا دستور ولا قالوا حاجه، اعتبرها ثوره وخلاص، هنعمل دستور جديد ونعمل كل حاجه جديده. تفضل الحكومه انتقاليه تقعد لها شهر. خد بالك الثوره اللي حصلت طول ال50 دي كانت من انقلاب للجيش، ما كانتش ثوره اساسا يعني. ده احسن دلوقتي، كان انقلاب من المشكله هنا يعني لو كان عنده دستوريه دلوقتي دستور الشعب ثوره شعبيه يبقى ده دستور الشعب. زي شاوشيسكو لما راح اتعملت الجمعيه واتعملت الدستور. وجورباتشوف لما اتحلت 16 جمهوريه اتحلوا في اسبوع، اتعملوا. بيقول لك مين بيمولكم؟ بيمولنا؟ اللي بيمولهم كل واحد جاي مع نفسه. انا جاي من اخر الدنيا وجاي اصحابي من اخر الدنيا. اقول لك مين اللي بيمولنا؟ اللي بيمولنا انت لو بصيت في الشنطه تمام، الان جايب اهو ده الاكل بتاعي جايبه معايا تمام، ودي الميه بتاعتي وانا جاي تمام. شفت اهي دي الاكل بتاعي، وانا استاذ في الجامعه، استاذ في كليه الهندسه تمام، اتعلمت في المانيا وخدت دكتوراه من المانيا، الى الان مش عارف افتح قسم الهندسه الطبيه بتاعتنا. فانا جاي هنا عشان اغير ونعمل ثوره في التعليم بتاعنا.
انت بتقول ثوره، احنا ثوره شعبيه. ده حقيقي، ده الثوره لما بتقوم بتشيل اللي قدامها كله. الناس بتقول ما دام الرئيس اصدر البيان بتاعه هو اللي ماشي. لا 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 لا، عايزين منه ايه؟ لا، ما هو الرئيس بتاعنا ده معلش معذره يعني هو قال البيان بتاعه وثاني يوم كان النابالم نازل على المعتصمين. بيقول لك ان ده بقى مؤامره من بعض قيادات الحزب على الرئيس. يبقى هو لا الحزب نافع ولا الرئيس نافع، لان لما اخذ الرئيس طرطور مش عارف يمسك البلد فيسيبها واحنا نمسكها. مين اللي يمسك البلد بعد الرئيس بقى؟ يمسك اللجنه، في لجنه قوميه تم تشكيلها من السياسيين المحترمين اللي يقدروا يحطوا دستور مظبوط يقدر يحمي الشعب. بقول لك انا سمعت امبارح ان كان في 3 لجان للحكماء كل واحده مستقله عن الثانيه ومحدش عارف حاجه عن الثانيه. اتكون مش عارف بقى عمل لجنه حكماء، احمد زويل عمل لجنه حكماء. لا ده اللي اسمه الائتلاف الوطني. تمام. واحمد زويل ومجموعه ثانيه عملوا كذا، اللي يعمل. ولكن عموما معنى ذلك ان الشعب صاحي، الشعب ممكن يكون اللجنه دي اللي ممكن تحمي البلد. انت دلوقتي شوف، هل في الفتره اللي الشرطه سابت البلد كان في اعتداء على كنائس؟ لا، ما كانش في اعتداء على كنائس. هم الشرطه القذره بتاعتنا هي اللي كانت بتثير الفتنه بين الناس عشان تلاقي شغل تشتغلوا ويطلعوا على قفانا عند مين؟ عند الرئيس، عشان يقول لك احنا بنحميكم وما حصلش بقى محمود. ثاني حاجه، فين السرقه اللي بتتم؟ فين التحرش اللي بيتم في الملايين اللي موجوده في ميدان زي ده؟ حاجه اقول لك عليها ان هي ثوره شعبيه شالت الرئيس. ان احنا دلوقتي لما تيجي تشوف على مستوى الجمهوريه عندك 8 مليون متظاهر. انا من 8 مليون وقول معايا زوجتي وعيالي اضف عليهم ابويا وامي اخويا واختي كله موافق، بس هم عشان السلبيه اللي ربوا الشعب عليها ما حدش بيتخاطر. في ناس انا هجي لك. حسني مبارك في الانتخابات الاخيره خد كام صوت؟ 4 مليون. 4 مليون بالتزوير. احنا 4 مليون موجودين في الشارع بنقول له لا. يعني انت ما عادش ليك شرعيه، ده اللي احنا بنقول عليه. ولما نطالب باسقاط راس زعيم مبارك او القائد مبارك اللي كان صحيح جزء من القوات المسلحة راكب طيارة ومعاه آلاف الضباط التانيين راكبين طيارات وبيضربوا إسرائيل، ومعاه آلاف الجنود المشاة بيحرروا الوطن، ومعاه الشعب المصري كله كان بيدعي ويقول يا رب أياميها. يعني مش معنى إن هو كان القائد إن هو جاب النصر. عمره ما قائد لوحده يجيب النصر. واحد على الفيسبوك بيقول آسف يا ريس، تقول له إيه؟ أنا جاي لحضرتك أهو، واحد بيقول على الفيسبوك آسف يا ريس. آسف على إيه؟ اسف عليه. ما انا سالته السؤال. هو اللي يقول لنا اسف. هو اللي يقول للشعب اللي موته اسف. يقول للشعب اللي موته هنا والناس بتصلي اسف. مبارك اللي يقول اسف على اللي عمله. خدت كام يا ريس من الوقفه اللي معاك كل يوم؟ بيقول لك بيقول 50 جنيه ولا 100 جنيه، وفي ايرانيين بيجوا باكل. بيجوا باكل. ايرانيين. ايرانيين. الايرانيين هم امن الدوله. امن الدوله هم دول عملاء اللي مكسوسين وسطينا. هم دول. وبنوك سويسرا راحت فين؟ نعم. بنوك سويسرا راحت فين؟ بنوك سويسرا. خلينا على جماعه. عرق المصريين في بنوك سويسرا. عرق المصريين. حضرتك خدت كام وقت؟ يا عم ماشي. ايوه انت شغال فين؟ شغلتك لا رد على السؤال. انت شغلتك على السلام. انا بالك اني اجاوب عليك. انا هقول لك. لا قول لي. طب ماشي هقول لك. ما تسالنيش قبل السؤال. حاضر. انا على الفيسبوك من شباب يوم 28 في ناس بيقولوا لي ماشي. ورينا انك ورينا. في ناس انا عاوز افهمك اللي بيحصل. فاهمني. انا جاي انقل الحديده من الحقيقه من وسط الميدان، لان التلفزيونات ما بيقولوش حقيقه ولا غربيه ولا المصريه، بيعملوا غسيل مخ للناس اللي هناك. فانا قلت لهم يا جماعه الناس اللي هناك ما لهمش ذنب، فهم قالوا لي خلاص احنا ايه، انت بتروح هناك احنا بنسال اسئله وعايزينهم يردوا علينا صوت وصوره. مش عارفين اللي بيحصل جوه ميدان التحرير، هو مش عارفين الناس. مفيش وكاله. شباب الفيسبوك جوه يا عم. انا عارف ده جاي يعمل سلسله فيلم. انا جاي اعمل شباب الفيسبوك جوه. اتفضل حضرتك. حضرتك اللي جاب الكلمتين المؤثرين اللي قالهم اللي بترجع بعيد عشان كده بذاكرنا انا الجمعيه لكل الشعب جمعها. هو الصبح والشباب مروح بعت لهم السرج البلطجيه ذبحوا فيهم وضربوا فيهم ويعوضوا. واتمها بعد طبعا المولوتوف اللي الناس كلها انا مدرس يا ريس، انا ماليش دعوه ولا بالشرطه ولا اي حاجه. حبيبي المشهد الجميل اللي انت بتصور عنده دلوقتي احنا واقفين عنده ده بعد ما البلطجيه ضربناهم وراحوا لاخر الدنيا خالص. جه واحد بطبنجه فرغ طبنجته مفيش طلعه ما صابتش راجل ولا طلعه. صوتت راجل الطبنجه كلها واحد منهم جايه في قلبه، واحد مرمي على الارض
يقول لك إيرانيين يقول لك إيرانيين هي اتكتت عليها تلاقي واحد منهم واخدها بقلبه عادي من ضمنهم ده وضيع تفتكر ان الناس دي كلها هتنساله كده هتنساله ايه ده ريس انتوا شايفينه ريس خلي مشكلة التلفزيون المصري ما بيجيبش الكلام ده. التلفزيون المصري ولا الجزيرة ولا عربية ولا التلفزيون المصري بيعملوا لقاءات مع الناس وما بينقلوش صوت الناس. محدش عارف. الجزيرة والعربية والقنوات الثانية بيجيبوا الناس وهم بيضربوا في بعض. التلفزيون المصري جايب ميدان عبد المنعم رياض. لكن احنا مفيش حد بينقل صوت الناس اللي جوه. التلفزيون المصري جايب في عزلة. في عزلة بين الناس اللي بره والناس اللي جوه. اللي بره مش عارفين اللي بيحصل بره، اللي جوه مش عارف اللي بيحصل بره، واللي بره مش عارف اللي بيحصل جوه. انا بحاول ان انا انقل صوت الناس اللي بره لجوه واللي جوه لبره. الناس مش واخده بالها. انا هنزل كل الكلام ده على اليوتيوب ان شاء الله وهنزله على الفيسبوك عشان الناس كلها تاخد بالها. احنا جوه بنعيش الحاب بنستوي مفيش عيب مفيش جوه مفيش اكل لحد جوه كل واحد غسيل المخ حصل لدرجه ان في ناس من اللي كانوا معانا بدأوا يحطوا صورة الرئيس على البروفايل بتاعهم وقعدوا يقولوا ان الناس اللي جوه هناك بيرددوا كلام وخلاص واقفين وخلاص ومعطلين حال البلد وموقفين الشغل في البلد ومأجورين. ردوا تقول ايه؟ في قرصنه برضه على النت، في قرصنه على النت. انا في اعتقادي ان كل ده شغل امن الدوله. في غسيل مخ وفي شغل مخابرات وفي شغل بيحاول واخد بالك مش بس اللي هم الخمس ايام دول. لا بيقول لك ان الشغل كله واقف والناس خايفه ومش عايزين ينزلوا 30 سنه الحلقه واقف. عموما زمايلك اللي انت بتقول عليهم دول نقول لهم برضه متشكرين لان هم اللي بداوا العمليه دي. هم الشعب المصري كان عايز حد يبدا ده كل الشعب من سنين كان عايز الناس عايز حد ياخد الخطوه. فاحنا برضه بنقول لهم متشكرين ان هم خدوا الخطوه دي بيحطوا الصوت مش مشكله. المهم الناس فاقت والناس بدات تتحرك. شكرا جزيلا. شكرا. والخصخصه مالها الخصخصه؟ لا شركات المصانع معاك. كل الكلام ده هحطه على اليوتيوب على الفيسبوك على صفحه اسمها مصريين على الفيسبوك. مصريين على الفيسبوك دي اليوتيوب لسه هندور على اسمها. هنقول بيقولوا ايه من ميدان التحرير. اسم الفيديو بيقولوا ايه من ميدان التحرير. هنعمل اجزاء كذا كذا جزء وكذا فيديو. وفي صفحه اسمها مصريين على الفيسبوك اسمها كده. وبيقولوا ايه وبيقولوا ايه في ميدان التحرير. شكرا.